تالتة إعدادي. سلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا نكمل حل بإذن الرحمن. أنا بحل في كتاب المعاصر A week is enough page 88. خلينا نبدأ بسم الله. طبعا الديالوج عشان أقرأه لازم أقرأ التايتل عشان أعرف بيتكلم عن إيه. هو بيقول لي A man is asking هاني for help. A man is asking هاني for help. طيب بيقول لي ايه بقى هنا؟ امان بيقول لهاني could you help me please، ممكن تساعدني لو سمحت. فهاني هيقول له ايه؟ yes I could، او بالمناسبة ممكن يقول له yes I can، ايوه اقدر اساعدك. خلاص كده تمام. فبيقول له there is a good hotel near the Nile. هاني بيقول للمان للرجل ده فيه فندق كويس جنب الايه؟ النيل. معنى ذلك ان الراجل، خلي بالكم ده مش سؤال، لحسن في كتير من الطلبة بيغلطوا يعملوه سؤال، فيقولوا مثلا فين الفندق اللي هنا، لا فيقول له ايه؟ انا بدور على هوتيل، او انا عايز اقعد في هوتيل. اهو اهو I would like to find a good hotel. ده انا والله بدور على I'd like to find a good hotel. ده انا بصراحة نفسي او بوده او بدور على good ايه؟ hotel. فهمت قصدي؟ ممكن يقول له I'm looking for، فهمت قصدي؟ انا كان برضو انا بدور على good hotel، فقال له there is a good hotel near the Nile، قريب من الايه؟ من النيل. فقام رد عليه بإجابة قال له it's 5 stars، ده 5 نجوم. يبقى السؤال هيبقى ايه؟ how is it. طب ده عامل ازاي ده؟ ممكن على فكرة حاجة تانية تقول له what's the rate، what is the rate، يعني الريت بتاع what is the rate. ريت قصدي بيه عامله زي ايه؟ تصنيفه ايه؟ عامل ازاي؟ سعره عامل ازاي؟ الحاجات دي كلها. لان كده ما يقول لي 5 نجوم اكيد غالي. ليه اكيد غالي؟ لان حتى بيقول لي بعديها yes there is a cheaper one but it's so far، بس بعيد. you will have to take a taxi. يبقى هيقول له ايه؟ قال له حاجه، قال له yes there is a cheaper one، ده في واحد ارخص. معنى ذلك اللي هيقول له هل في واحد ارخص؟ مش هو الاجابه هنا there is، يبقى اسال بايز. اهو اعكس بقى is ايه؟ is there a cheaper one، هل في ارخص من كده؟ قال له yes there is a cheaper one but it's so far you will have to take a taxi. فالتاني هيقول له امان I will do it thank you. thank ايه؟ you، لان رد عليه قال له you are ايه؟ welcome. اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكومبليت دوت لازم اقرا الكلمات كلها واعرف معانيها الاول. هو بيقول لي هنا peaceful آمن، وسنس منذ، وفور لمدة، باسورد طبعا الرقم السري، وبارك الحديقة، وسينري يعني مشهد. طيب hello I am Noha I am from Giza but I have lived in many city 10 years لمدة 10 سنوات. يبقى 4، يبقى أول واحدة 4. اللي بعديها منيا is a very beautiful and a city. منيا بتكون بلد جميلة أو مدينة جميلة وإيه؟ وبيسفول وهادية. خلاص كده تمام. اللي بعديها it is famous for، معروفة for its beautiful corniche، بالكورنيش الجميل. it is an open botanical إيه؟ park، اللي هي زي botanical garden كده. خلاص كده تمام. دي نمبر 3. نمبر 4 I like to walk at Corniche in winter and sit under a tree، واقعد تحت شجرة واتفرج على المنظر بتاع النيل والمشهد. يبقى الإجابة هتبقى scenery نمبر 4. ندخل على اللي بعديها بسم الله. البيج اللي بعديها دخلنا على بيج 89 اهي قصاد حضراتكم، بيج 89. خلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. to e means saying hello، أقول لحد أهلا وأرحب بيه. welcome someone، welcome يعني أرحب. يبقى طبعا الإجابة هتبقى greet. greet يعني يرحب بحد. visit يزور. work يعمل. fly يعني يطير. اللي بعديها to turn off. turn off يعني يغلق شيء. means to a working، أكيد أوقف عمل الشيء ده. play يلعب، غلط. have يعني أو يمتلك أو عنده، غلط. start يعني يبدأ عمل. إزاي ده؟ أنا بقول لك هقفل ده أو أوقف عمل شيء، فالإجابة تبقى stop. stop يعني يتوقف. طيب اللي بعديها the opposite of the word worse. worse يعني إيه؟ أسوأ. وخلي بالك من السؤال ده لحسن حلو قوي. worse يعني أسوأ. يقول لك عكس كلمة أسوأ في كتير يعملها good، غلط. أنا بقول أسوأ يبقى better، أفضل.
خلاص كده تمام. the prefix space turns prefix يعني بداية الحروف اللي في الأول بحطها على كلمة formal عشان تديني opposite العكس. formal عكسها informal. خلي بالكم في كتير بيعملها informal وغلط طبعا الإجابة. اللي بعديها number 5 there are many monuments ده في آثار and ruins in Luxor. monuments here refers to ايه؟ monuments يعني آثار وشيء أثري يعود للأولد لحاجات قديمة. يبقى نيو غلط ومودرن غلط. فاشنبل على الموضة يبقى مفيش غير historic. historic يعني old بتساوي كلمة old قديم. Egypt has held a big conference. Egypt عملت big conference يعني مؤتمر كبير. The verb held here means ايه؟ means organize. يعني ايه organize؟ ينظم. أكيد مش هقول مصر بنت مؤتمر كبير. مؤتمر كبير مش هيبني. grow يعني يكبر أو يزرع أو ينمو. أكيد مش هتنفع. paint يعني يدهن واكيد مش هتنفع. فما فيش قدامي غير organize يعني ينظم ودي الاجابه الصح. او مصر نظمت مؤتمر كبير. طيب summer is a than دينا. عندي than مقارنه ما بين summer وما بين دينا فاكيد الاجابه تبقى taller. خلاص كده. اللي بعديها يا شباب the plane space Paris reach يعني يصل. وصلت البلين يعني الطيارة وصلت باريس الساعة 4 tomorrow يعني بكرة. فهم قايل ايه؟ هقوم قايل reaches وازود لها es. طب ليه زودت لها es يا مستر؟ ده present simple. present ايه؟ simple. خلاص كده تمام. اللي بعديها I like eating eggs انا بحب اكل بيض مغلي اللي هو زي مسلوق كده يبقى boiled eggs. boiled ايه؟ eggs. عادل must studied English well. لا طبعا هقوم قايل عادل must study English well. ليه الفيرب يا مستر يبقى infinitive؟ عشان بعد must دايما لازم الفيرب يبقى infinitive في المصدر. both إناس and I إناس وأنا بنكون ماهرين are. ليه are مع I؟ لأني أنا جمعت. أنا ما بقولش I بس أنا بقول إناس وأنا. خلاص كده تمام. ندخل على المحافظة اللي بعديها بسم الله. المحافظة اللي بعديها يا شباب page 90 الديالوج بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الديالوج لازم اقرا التايتل طبعا عشان اعرف بيتكلم عن ايه. سهى and دينا are talking about a visit to the botanical garden للحديقة العامة. خلاص كده حديقة نباتية. هاي يا دينا how are you؟ هاي يا سهى I am fine أكيد I am fine. بص بقى اللي بعديها. فسهى بتقول لدينا have you ever visited the botanical garden؟ هل قبل كده زرتي الحديقة أو الجنينة ديت؟ فتقوم قايلة لها yes I have. ركز في نقطة يا معلم لأن كنت ممكن تقول no لأن دينا بتقول لها أنا رحت هناك السنة اللي فاتت فعشان كده قلت yes. لو ما كانتش دينا قالت كده كنت هقول no طبعا. فهمت اللعبة؟ يعني أنا مش بجاوب من دماغي. أنا رحت هناك السنة اللي فاتت بسأل عن الوقت دايما بوين. خلاص كده. what time تمشي برضو. طيب مش عندي went في الباست يبقى الهيلبنج فيرب did. يبقى الهيلبنج فيرب ايه؟ did. اللي بعديها when did ايه؟ you go there. امتى انتي رحتي هناك؟ امتى انتي رحتي هناك؟ تمام. طبعا عملت you عشان I وجو اللي هي went ترجع infinitive. اللي بعديها I saw a lot of wonderful flowers plants and trees. كل ده انا شفته هناك. يبقى اكيد السؤال بالعربي انتي شفتي ايه؟ what لاني بسأل على شيء. what did you see؟ وركز معايا في نقطة انا حطيت did عشان so في الباست زي went واي بقت you وهنا so رجعتها see عشان عندي did فقلت what did you see. ده ترتيب السؤال. دي انا طلعتها تاني هنا. did you enjoy your visit؟ هل استمتعت بيها؟ اكيد ايوه لان بتقول لها great فهتقول لها yes I did وفول ستوب اهي. ندخل على اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا قلت الكومبليت لازم بقرأ الكلمات كلها وترجمها. بسم الله. pay يدفع electric كهرباء deal يعني صفقة كاربت سجادة kettle اللي هو الغلاية بتاعة المية وpaid يعني دفع في الماضي. last week ماضي اهو ابتدى بماضي. my mother wanted to buy a ايه عايزة تشتري ايه؟ مامتي عايزة تشتري ايه؟ she went to a shop. هي الإجابة طبعا نمبر 1 تبقى kettle وهتعرفوا ليه. she went to the shop which sells اللي بيبيع
electric machines أدوات كهربائية in the city center. She asked the shop assistant to help her choose a good one اللي هي تختار واحد كويس. He advised her to take an Egyptian kettle مصري. يبقى معنى ذلك ان هي تشتري ايه؟ كاتل. عشان كده قلت دي نمبر 1. واكيد الادوات دي ادوات ايه؟ كهربائية. She agreed and ايه؟ هي وافقت وعملت ايه؟ 200 pounds 200 جنيه. يبقى عملت ايه؟ اكيد paid دفعت اللي هي نمبر 3 دي. It was a good ايه؟ وكان ده good ايه؟ good carpet؟ لا good deal صفقة رائعة. خلاص كده تمام. طيب ندخل على البيج اللي بعديها اهو تحت هنا بيج اهي باينة قوي بيج 91. يلا بسم الله. A or an is a prize you get for an event حدث مهم or competition يعني مسابقة. خليك ذكي. جايزة حصلت عليها من مسابقة أكيد مش direction اتجاه. award يعني جائزة صح أهي جائزة صح. goal يعني هدف غلط. discount يعني خصم أكيد لأ. خلاص كده تمام. My grandfather is a blind كفيف ما بيشوفش. He always needs someone to help him محتاج لشخص عشان يساعده. The word blind معناها ايه؟ he can't ايه؟ can't see يعني لا يرى لأن can't يعني لا يستطيع أهو see يعني يرى. اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني اهي كده واضحة لحضراتكم اهي page 92. يلا خلينا نبدأ بسم الله. is something important شيء مهم you have done انت حققته. achievement يعني تحقيقات أو إنجازات. خلاص كده أنا آسف إنجازات. خلاص كده تمام. تقريبا أنا ما بقيتش عارف أكتب عربي من كتر ما أنا بكتب إنجليش فقط. المهم يعني يا جماعة achievement يعني إنجازات. تمام. ندخل على اللي بعديها بسم الله. طيب نكمل اللي بعديها بسم الله. the word exciting يعني جميل مثير رائع. has the same meaning نفس معنى كلمة ايه؟ boring ممل أكيد غلط. worrying يعني قلقان من شيء أكيد برضو غلط. terrible يعني فظيع أو مريب برضو غلط. interesting رائع شيق. فهمت قصدي أنا بتكلم في ايه؟ بس اللي بعدها it's impolite ده حاجة مش مؤدبة. to cyberbully people انت تتنمر على الناس اونلاين. خلاص كده تمام. تنمر. طيب التنمر ده يا مستر اهي كده تكون واضحة. التنمر ده يا مستر كلمة سايبر بولي مينز معناه كيب لا كيب يعني يحافظ على شيء يراعي شيء. انه يعني يضايق تمشي طبعا. protect يعني يحمي غلط. encourage يعني يشجع غلط. طيب اللي بعديها to make the opposite of the word comfortable يعني مريح رائع جميل. we use the prefix ايه الكلمات اللي بزودها في الاول؟ uncomfortable يعني غير مريح. خلاص كده تمام. طيب my sister was born ايه؟ March 5th 2008. خلي بالك ان هنا كلمة مارش ديت يعني شهر. مارش يعني خلي بالك ان كلمة مارش شهر وكتير جدا بيعملوها ان بس الاجابة غلط. ليه غلط بقى يا مستر؟ الاجابة هنا هتبقى اون يا شباب. ليه اون؟ لان عندي يوم. طيب ايه عادل since we were in Cairo the present perfect لان since وبعديها past simple من ساعة ما كنا في القاهرة يبقى هقول كلمة haven't عشان دي طبعا واكتب met haven't met. ليه haven't met the present perfect. خلاص كده تمام. neither علي ولا علي nor سامي ولا سامي speaks French. ركز معايا هنا قلت ولا علي ولا سامي. ليه قلت نور؟ لان عندي كلمة neither. خلاص كده تمام. اللي بعديها we all love محمد صلاح because he is an amazing player. ليه حطيت ing؟ عشان هو اللي بيأثر علينا. فهمت انا بتكلم فيه؟ شخص مثلا بيأثر على الناس فبحط لها ing. اللي بعديها يا مستر he join a sports club this is his plan خطة عنده. مادام خطة يبقى بستخدم going to اهي going to واكتب كلمة join. اللي استخدمت going to عشان عندي plan خطة. خلاص كده تمام. بس بكرة ان شاء الله بإذن الرحمن في فيديوهين برضو ان شاء الله مهمين جدا 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 يا شباب. يلا سلام عليكم.